ما نقدرش ما نزورش، واخا يمنعني شكون شي تمريض دابا مزيان الحمد لله. كنغيب على حالي بحال شغل الميت ما جاش بالراحه حتى الدم جاي ورقت مرقد مولانا وهكذا وتكيت فوق راه طريه لسان قال لي نوض محالك بغا يغيروه الليله ياك اسيدي محالك بغا يغيروه الليله نط بحالك وقفز بحالك وقال لي لا الهادي بن عيسى غير مولا بن عيسى نفع الله بركته اللي غيرو تيتغير. شهر ربيع الأول من كل سنة المغاربة كيكونوا مع موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي. هاد الاحتفالات اللي كتختلف من منطقة لمنطقة ومن مدينة لمدينة، اللي كتكون عبارة عن احتفالات خاصة واحتفالات أخرى اللي كتتم في الشوارع. ولعل من أبرز هاد الاحتفالات عندنا احتفال الطرق الصوفية في المغرب. في هذا الوقت من كل سنة الأضرحة والزوايا الصوفية في المغرب كتعرف واحد الإقبال كبير سواء من طرف المريدين وحتى من طرف الزوار. هاد المواسم اللي كتكون موضوع نقاش وجدل ما بين الناس، بحيث بزاف ديال الناس كيتهموها بانها مواسم للشرك والشعوذه. ولعل من ابرز هاد المواسم عندنا موسم الهادي بن عيسى او الملقب بالشيخ الكامل دفين مدينه مكناس ومؤسس الطريقه العيساويه اللي كيحجوا ليه الاف الزوار من داخل المغرب وحتى من خارج المغرب، عرب وامازيغ كبار وصغار باش كيزوروا هاد الوالي. هاد الناس اللي كيجيو من كل الارض ومن كل هذا يعني مثلا ما كيطلبهم حد ما تيقول لهم حتى جي كيجيو لازم كيجيو يزوروا ولو كان يكون ديما تيخلي ولادهم تيخلي الكتيبه ديالهم تيخليو الحرب ديالهم. كل مقدم جاي من البلاد كل فقير جاي من البلاد كل فقيره جايه من البلاد اللي كيخلي ولاده واللي كيخلي حرته واللي كيخلي كتيبته واللي كيخلي كاين اللي كيخلي الخويمه على الله. في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نحاولوا نعرفوا شكون هو الشيخ الكامل ونعرفوا اصل الطريقه العيساويه والطقوس اللي كيقوموا بها العيساويين في هذا الموسم، وغادي نحاولوا نعرفوا الدوافع اللي كيخليو هاد الناس انهم يفترسوا سواء الدجاج ولا الماعز من الفريسه حتى اللي كيتبع الناس في الشارع. هادشي كامل غادي نحاولوا نعرفوه في هذا الفيديو، وما تنساش الا كنتي مهتم بحال هاد المواضيع راك نقدموهم بزاف في القناه ديالنا. والهادي بن عيسى والهادي شيخ الكامل قلبي لضنايم يدي يلاقي لي بحلالي يدي وابن عيسى يدي بو حمريه والهادي. يوم تخليد ذكرى المولد النبوي كتكون مدينه مكناس مع احد اكبر التجمعات واللي هو موسم الهادي بن عيسى. هذا الموسم اللي كيحجوا ليه الناس من مختلف مناطق المغرب وكذلك من الخارج. هذا الموسم اللي كيستمر اكثر من اسبوع. هذا الموسم اللي كيجمع ما بين طقوس روحانيه طقوس الطريقه العيساويه. هذه الاحتفالات كتبدا مع طلوع الشمس يوم الموعود عند عيساوة اللي هو يوم العيد المولد النبوي. هذا النهار اللي كيجتمعوا فيه العيساويين كل من هو مكسوب بطابع الهادي بن عيسى، نساء ورجال كبار وصغار مراد وصحاح، كل واحد وشنو باغي من هذا الوالي، هاللي باغي الصحه هاللي باغي الولاد. هاد الاتباع اللي كيتجمعوا على شكل مجموعات كتسمى الطائفه اللي كتكون تقريبا من 50 حتى ل 60 شخص، وكيكون كيترأسها الشخص اللي كيتسمى المقدم. هاد الشخص باش يولي مقدم ديال هاد الطريقه خاصو لابد شهاده على الاقل 60 شخص بانه مقيم للصلاه وانه كيتمتع بواحد الاخلاق حميده وانه حافظ للذكر والاذكار العيساويه باش يمكن ليه يولي مقدم. وهاد الطائفه كتكون كتمثل منطقه ولا مدينه من كل المغرب اللي كيتجمعوا فيها العيساويين وكينطلقوا نحو ضريح الشيخ الكامل. على سبيل المثال هاد الطائفات عندنا الطائفه العيساويه، الطائفه الفاسيه، الطائفه البوعزاويه، طائفه دار المخزن وبزاف ديال الطوائف. والمريدين والاتباع راهم كيحضروا قبل من العيد المولد النبوي بحيث كيجتمعوا حول الضريح وكيبنيو الخيام ديالهم وكيبقاو حتى نهار العيد المولد النبوي باش يقوموا بالطقوس ديالهم اللي كيعتبروها شي حاجه ضروريه، بحيث لما قاموش بها كيدوز عندهم العام مشلهين وكيدوزوا العام كامل وهما مراد. دابا شي تمريض دابا مزيان الحمد لله. هاد المريدين اللي ضروري ما يجيو يزوروا الهادي بن عيسى بحيث لما جاوش ليه راه شي حاجه كتبقى ناقصاهم العام كامل وكيبقاو العام كامل وهما مرادين، بحيث قبل ما يتقام الهادي بن عيسى ما كيبقى يبان ليهم والو. الناس كيسمحوا في ولادهم في خدماتهم كيسمحوا في كل شيء في حياتهم كامله وكيجيو الهادي بن عيسى. صباح نهار العيد كتبدا الطوائف في الاستعداد وحده من وراء الاخرى بشكل منتظم بلباس ديالهم الابيض
وكيبداو يوجدوا في العاده اللي هي الهديه اللي كيقدموها للوالي. هذه العاده اللي يمكن تكون اتواب، يمكن تكون ذبائح، ويمكن تكون شي حوايج اخرى. وكتنطلق الطائفه اللي كيترأسها المقدم وكتبدا متجهه نحو الضريح باللباس ديالهم الابيض وبالشكل ديالهم المنظم. هنا للمريدين كيتحداو الاعاقه ديالهم والمرض ديالهم وتقدمهم في السن باش يقوموا بالحضره، وكيواصلوا هاد الطائفه التقدم ديالهم نحو الضريح وحده من وراء الاخرى، كيشقوا الطريق ديالهم وسط الجمهور الفضولي اللي كيكون مصطف على جنبات الطريق المؤديه للضريح. ملي كيقربوا للضريح كلشي كيبدا يجري باش يفوز وياخذ بلاصه ديالو داخل الضريح الهادي بن عيسى. مباشره بعد الدخول للضريح اللي كلشي كيحاول يبدا يجري باش يلمس القبر ديال الوالي الصالح ويتبرك به، ومن بعد كيتفرج هالي كيتلا على القبر ديال الضريح ويبدا يبكي ويطلب فيه، كمل الجذبه ديالو كل واحد وشنو كيدير داخل الضريح. وكتبقى كتعاود هاد الامور مع كل طائفه على مرور ايام هاد الموسم. وعلى مدى ايام هاد الموسم كتبقى تلقى الطائفات انها كتعبر شوارع مدينه مكناس وغادي متجهين لضريح الهادي بن عيسى. واللي كيميز هاد الموسم ماشي غير العبور ديال هاد الطائفات اللي كتتجه نحو ضريح الهادي بن عيسى، ولكن راه بعض الاشياء اللي كيقوموا بها هاد المريدين. ناس كيقوموا بتصرفات اخرى، ها اللي كيشرب في المسخون، ها اللي كيضرب في الجسد ديالو، ها اللي كيلعب بالعافيه وزيد بالاضافه للطقس الاشهر في هذا الموسم اللي هو طقس الفريسه، بحيث كاين واحد الناس الله يهديهم كيشدوا دجاجه ولا عتروس وكيرموها في السماء، وملي كطيح كيفترسوها وهي حيه. حنا كنشوفوا الاجداد كيفرسوا هاد الفريسه اللي كيقولوا فريسه. وكيبقى السؤال مطروح، هو شنو السبب اللي كيخليهم يقوموا بهذا الطقس ديال الفريسه؟ ما كيشوفوهاش في الصفه الادميه ديالها انها حيوانات، ولكن راهم كيشوفوها الشيطان، خاصه من المطارده ديالو والفريسه ديالو. والناس اللي كيقدموا هذه الفريسه كيشوفوا بانها كرامه، وكيشوفوا بانهم ناس محظوظين اللي نالوا الشرف انهم يقدموا للناس هذه الفريسه. ثم عيساوق راه ما عندوش مع اللون الاحمر واللون الاسود، بحيث لا شافوا شي شخص لابسو كيقوموا بالمطارده ديالو وكيحاولوا يخطفوه ويمزقوا ليه هذاك الثوب. لا البس حنا ما تقولش لا قلت حلبسوا. السبب ان عيساوة كاملين كيكونوا لابسين الابيض خلال الاحتفالات ديالهم، بحيث كيشوفوا الانسان اللي لابس اللون الاسود ولا اللون الاحمر انه شخص كيستهزئ بهم وبالطريقه ديالهم وبالطقوس ديالهم. هذاك الشيء علاش خاصهم ينتقموا منه ويحيدوا ليه الملابس ديالو ويقوموا بالتمزيق ديالو. هادو غير شويه من الطقوس ديال عيساوة اللي باينين، بالاضافه لعده طقوس اخرى اللي ما كيشوفوهمش الناس. وكيبقى السؤال مطروح، هي الطقوس اللي كيقوموا بها عيساوة واش طقوس حديثه وليده اليوم ولا هي طقوس قديمه؟ ولا كان طقوس قديمه كيفاش حتى بانت عندنا وكيفاش حتى بان الاصل ديالها؟ الكاتب احمد بوشارف في كتابه مغاربه في البرتغال، بحيث انه ذكر بان عيساوة هي احد الطوائف اللي بانت لنا خلال القرن السادس عشر ميلادي، اللي حاولت تناسى الواقع المخزي اللي كان كيعيشوا المغاربه انذاك، سواء من انحطاط في الاخلاق، في المجاعات، في الازمات الاقتصاديه، بالاضافه للاستعمار ديال المغرب انذاك من طرف البرتغال. وان هذه الجماعات باش حاولت تناسى الواقع ديالها بدات كتقوم بطقوس غريبه بعد الدخول في غيبوبه، بالرقص اللي كيصاحبوا افتراس الانعام الحيه، انهم كانوا كيلعبوا بالنار وما كيتاداوش. هاد الطقوس اللي كيستنكروها حفاظه الشيخ الكامل، وكيقولوا بانها طقوس دخيله على الطريقه العيساويه، وكيقولوا بان الطريقه العيساويه سالمه من كل التصرفات. وكيستدلوا بوصيه الشيخ الكامل اللي قال: طريقتنا هذه لا تدخل في قلب قاسي ولا جسم عاصي ولا عقل جاهل ولا تدرك بالقياس، ولا هي خارجة على السنة والكتاب، كما قال شيخنا سيدي محمد بن عيسى رضي الله عنه وأرضاه: السنة تجمعنا والبدعة تفرقنا، ومن كان لله دام واتصل ومن كان غير لله انقطع وانفصل. 3 مناسبات لزيارة الهادي بن عيسى، سواء في ذكرى المولد النبوي ولا في عاشوراء ولا ليلة القدر. الطريقة العيساوية اللي هي طريقة الهادي بن عيسى الملقب بالشيخ الكامل، دفين مدينة مكناس، اللي كتعتبر من أشهر فروع الشاذلية بالمغرب العربي والإسلامي، منها الجزائر، تونس، ليبيا، ووصلت حتى لأوروبا. ضريح الهادي بن عيسى اللي تم الإدراج ديالو سنة 1996 في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وغنحاولوا نختموا الفيديو ديالنا بواحد السؤال: شكون هو الهادي بن عيسى اللي بالرغم من مرور عده قرون على الموت ديالو مازال كيحظى بشعبيه كبيره ومازال كيستقطب زوار ومريدين من جميع انحاء العالم؟ الهادي بن عيسى او الملقب بالشيخ الكامل هو مؤسس الطريقه العيساويه، كان حاضر من منطقه ابي السباع، عرف عنه في الحياه ديالو انه كان عالم وفقيه مالكي، ويعد من ركائز الحركه العلميه والدعويه في المغرب الاسلامي. عاش ما بين 1476 ميلادية و 1526 ميلادية.
ثم كيفاش حتى اكتسب هذه الشهرة كاملة، وشنو هما الكرامات اللي كان كيتعرف بهم في الحياة ديالو. فانه امرأة من طنجة اللي كانت محتلة انذاك من طرف الاحتلال البرتغالي، كان تم الاسر ديال الابن ديالها، فجات عند الوالي كطلب فيه باش يعاونها باش يفك الاسر ديال الابن ديالها. ما كان منه الا قام بالتهدئة ديالها وردها في الحال للمدينة ديالها، وقال لها بانها غادي تلقى ولدها تما كاين. وبالفعل ملي وصلت للدار لقات ولدها كاين، فملي سولاتو قال لها انه شخص غريب هو اللي عاونو وقام بالتحرير ديالو. رجعات هي والابن ديالها عند الهادي بن عيسى بالشكر. فملي رجعوا والابن ديالها شاف الهادي بن عيسى تعرف عليه وقال الام ديالو بانه هذا الشخص هو اللي دخل عنده وحرو. وهاد الام هي والابن ديالها دخلوا الطريقه العيساويه، وكيذكروا بان هاد المراه كانت هي اول عيساويه كتنتمي لهاد الطريقه. بمجرد تاسيس هاد الطريقه العيساويه راه هي اكتسحت بشكل رهيب جميع الاوساط، وتاخمت الاراده ديالها من الهدايا والزيارات اللي كانوا كيتقدموا للوالي انذاك. هذاك الشيء اللي خلى السلطان الحالي انه ياخذ واحد القرار ويقرر باش يطرد الهادي بن عيسى من مدينه مكناس، بحيث السلطان شاف بان سكان المدينه انذاك ولا واحد الناس اللي كسالى وكيعيشوا غير على الصدقات والزيارات اللي كيعطيوها الحجاج اللي كيزوروا ضريح الشيخ الكامل. وبعد ما كانت ولات المغادره ديال الهادي بن عيسى لمدينه مكناس شي حاجه اللي ضروريه وكل شيء تاكد منها، دخل احد صناع المعجزات انذاك اللي هو سيدي بوعثمان وقرر يساعد الصديق ديالو، فهدا واحد القله وقال لي انه يبقى ينفخ فيها. فكل ما نفخ فيها كان البطن ديال السلطان كيمتلئ بواحد الهواء. هذاك الشيء اللي خلى السلطان انه يندم على القرار ديالو وقرر باش يخلي الهادي بن عيسى في مدينه. وبزاف ديال الكرامات اللي جينا نقولوهم غنبقاوه هنا اللي اشتهر بهم الهادي بن عيسى. وانتم قلنا في هذا الفيديو اشنو قال لكم في هذه الطريقه العيساويه وفي الهادي بن عيسى في التصرفات اللي كيقوموا بها الزوار، واش هي طقوس عاديه كيف ما كيوصفوها اتباع الطريقه العيساويه، ولا هي طقوس للشرك بالله كيف ما كيوصفوها المنتقدين ديال الطريقه العيساويه. حتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنوا انكم تخليوا لنا الابتسامات ديالكم في التعاليق. شكرا على المتابعه. مولاي بنت ورجال جابها سيد سيادي، هذا يرقص وذاك يبكي بالتغريد. مولاي هذا يدعو وذاك متهول غادي، هذا مجدوب خارج الأحساس وكيد. مولاي عينيه كم من زمار للشيخ ينادي، من جاهدهم غايبين في جد جهيد. مولاي يخشع ويسلم الأمان.